انت عندك جرثومه وانا عندي جرثومه، والاخ اللي قاعد بيصور هناك ده عنده جرثومه. بس ما تقلقش، الجرثومه عايشه معانا بمبدأ لا تأذيني ولا أذيك. بس مش دايما الحياه بتمشي زي ما احنا عايزين، لان الجرثومه دي لئيمه، واذا اكرمت اللئيم تمرده. طب احنا بنكرمها ازاي؟ بالاكل الغلط والضغط النفسي والادويه. طب تعالى افهمك من الاول يعني ايه جرثومه. الجرثومه او الاتش بايلوري نوع من انواع البكتيريا بيعيش في بطانه المعده. والله اللي انا اعرفه ان حمض المعده ده عامل زي ميه النار، بيحرق اي حاجه. طب ليه ما بيقتلهاش ويخلصنا منها؟ الجرثومه بنت الذكيه عندها انزيم اسمه يوريز. الانزيم ده بيحول اليوريا الامونيا عشان يعادل حمض المعده، فهي تعيش بسلام مع الطبقه المخاطيه اللي بتبطن جدار المعده. لا وايه، عاملاها كمان بطانيه تستخبى تحتيها. منك يا جرثومه. وجودها بقى بعدد قليل مفهوش اي مشكله، لكن لما بتزيد بتعمل قرحه، حرقان، فقدان شهيه، غازات. ومع الاهمال الجرثومه تبدا تعمل ثقب في جدار المعده، وتحصل ظاهرة اسمها تسرب الأمعاء للدم. يبتدي هنا جهاز المناعة يدافع عن الجسم، يطلع أجسام مضادة. خد عندك بقى أمراض مناعية تظهر، الغدة، روماتويد، سيلياك، كرونز. والجرثومة عشان تقدر تتعايش بتقلل حمض المعدة، فاللي يحصل الهضم ما يبقاش كويس، فبالتالي الجسم ما يقدرش يستفيد من الفيتامينات والمعادن اللي في الأكل، فحضرتك تفيص وما تقدرش تعمل اي مجهود. بيني وبينك كده الجرثومة نفسها مش هي العدو، الخلل اللي بيحصل هو العدو. طب امتى الاخت جرثومة تتمرد علينا؟ ده احنا كارمينك يا اللي ملكيش مأوى. اول حاجة وهي التوتر العصبي المزمن. تاني حاجة الاكل السيء، خد عندك مقليات، سكريات، الاكل بتاع الشارع. تالت حاجة المضادات الحيوية عمال على بطال. رابع حاجة التدخين. طب نشخصها ازاي؟ عن طريق 3 تحاليل. اول حاجة يوريا بريس تيست، تاني حاجة انتيجين تيست، تالت حاجة المنظار مع العينة، وده في الحالات المعقدة. طب ازاي نتجنبها من الاول؟ اول حاجة سيبك بقى من اكل الشارع خالص، كل اكل صحي، خضار، فاكهة، بروتين، مكسرات، دهون صحية، سمك، نشويات معقدة زي البطاطا والبطاطس، الاكل الصحي كما يقول الكتاب. وقلل القهوة والاكل الدهني والتوابل. وخد بقى بروبيوتيك زي الزبادي عشان تغذي البكتيريا النافعة وتزود عددها، ودي لما تزيد وتقوى هتخلي الجرثومة تلم نفسها وتوقفها عند حدها. وما تدخنش، ودخل في اكلك زيت زيتون، مستكة، عسل، كركم، فجل، توم، بس مش بكميات كبيرة. ولو اول مرة تشوفني فانا دكتورة داليا يوسف، اخصائي التغذية العلاجية والاكلينيكية. قولي في الكومنتات المشاكل اللي بتعاني منها في معدتك، وانا اقولك النظام الغذائي المناسب ليك.